هل كان خيار رودري محسوبا لكونه يمثل اللاعب النموذجي الذي يجسد الانضباط، بينما قد يعتبر أسلوب فينيسيوس الجريء مختلفا وغير مفضل لدى البعض؟ فينيسيوس من اللاعبين الذين يقدمون أداء ملفتا بمهارات هجومية مثيرة ومتعة لا حدود لها على أرض الملعب. الأرقام تدعمه في هذه المنافسة، فقد ساهم فينيسيوس بفعالية عالية في تسجيل وصناعة الأهداف لريال مدريد، وكان حاسما في العديد من المباريات. فهل تم التغاضي عن مساهماته لصالح رؤية محدودة للنجاح، أم كان هنالك تفضيل خفي ضد اللاعبين الذين يتمتعون بأسلوب جريء وغير تقليدي، وربما يكونون مختلفون بعض الشيء حتى في ألوانهم؟ قضية العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور ليست بالأمر الجديد، فقد تعرض سابقا لهتافات عنصرية في الملاعب الإسبانية